اللي ممكن تظهر في وقت من الاوقات اي مشكله بتضرب الشباب. مشكله زي لما نيجي نقول ان في مراكز شباب كتيره بيلغى منها الرياضه او مش عارف ايه، دي مشاكل اللي هي شارع اخواننا في لجنه الشباب والرياضه يقدموا طلب احاطه. في طلب احاطه متقدم من نايب من عضو في لجنه الشباب ديت، بيقول فيه ان كان في ماتش كوره في مسابقه 15 سنه وعضو في مجلس اداره النادي الترسانه ظهر كان هناك فشتم الحكم، عاملين طلب احاطه رئيس المجلس القومي للرياضه عشان يحقق مع الراجل اللي اهدر قيمه التحكيم، وحدوته كبيره. طبعا لما ندور في المساله هنلاقي المساله وراها مسائل والحكايه وراها حكايات، انا مش هنخش فيها وماليش دعوه بيها. انما انا عايز اقول بس، يعني انا بطلب من اخونا وصديقنا سيد جوهر رئيس لجنه الشباب والرياضه، ارجوك لما يجي لك طلب زي ده، يعني انت بصنع التطافه تقول لي اللي بقدمه احنا عندنا الاهم وعندنا الاكثر حاجات كتيره. قول له احنا عندنا، قول له مثلا على سبيل المثال، قول له ان احنا عندنا حوالي 3 في الألف اللي بيمارسوا الرياضه في مصر من شبابنا، احنا عايزين تعال نروح للحكومه نضغط عليها عشان تدينا ارض للرياضه. قول له ده نادي الاتحاد السكندري ما عندوش ملعب، تعال نعمل طلب احاطه للسيد رئيس الوزراء عشان هو اللي عنده الارض، السيد رئيس الوزراء الحكومه اللي عندها الارض مش رئيس المجلس القومي للرياضه. رئيس المجلس القومي للرياضه ممكن في ايديه عنده منشآت شويه فلوس بيعمل، انما النهارده الارض عند الحكومه. فلجنه الشباب والرياضه تقدر تعمل طلب احاطه، مش طلب احاطه، تقدر تتحرك هي وتقول لرئيس الحكومه ده في نادي كذا كذا، ده احنا مجلس الشعب، ده انتوا نواب الشعب، ده انتوا الناس اللي بيجيبوا حقوقنا وبتعملوا كلام. فانتوا لما انتوا تقدموا طلبات احاطه بحالات صغيره والاسباب اخرى، وعيل ضرب واحد كف فبتقدم طلب احاطه لرئيس مجلس القومي للرياضه عشان مش عارف مين شتم مين، انتوا حتى بتخلوا طلب الاحاطه قيمته تقل. فالنبي يا عم جوهر خلي بالك من ده وما تخليهاش تمشي ولا تفوت الحاجات دي، لحسن دي بتسيء اليك ولينا وكل الناس، لان احنا حقيقه الامر عندنا مشاكل، وانا بتقدم اليك اهوت بشكوى اهوت ولا بمظلمه كمواطن مصري، وانا عضو في نادي الاتحاد على فكره. صح. ان لم يكن رفضوني عشان ما دفعتش الجزويه، لا ممكن اكون اترفدت. لا عضو انا عضو في نادي الاتحاد بتقدم لك يا استاذ سيد جوهر، بقول لك ان نادي الاتحاد السكندري يستحق ان يكون عنده ملعب، واحنا داخلين اسكندريه شفنا ارض كتيره بتوزع على اي حد. طب الرياضه، ما هو اصل الرياضه انا عارف ان ما حدش بيحبها، انا عارف، ولو كانوا بيحبوها كان مدينه زي 6 اكتوبر وهي بتتعمل، مدينه 6 اكتوبر دي حدودها واصله لليبيا، تصور لما نمشي كده اهو في الغرب كده نوصل لغايه ليبيا، نعمل العمارات وما نسيبش بين كل مجموعه عمارات حته ملعب صغير خماسي للعيال تلعب عليه. قله ارض ولا قله اعتناء، ولا احنا مش مهتمين بالرياضه، ولا يهمناش ان الشباب يبقى كويس؟ انا مش عارف ايه الحكايه، هو ده اللي يستحق طلبات احاطه يا اخوانا. نرجع لكلامنا. انا معاك يا استاذ ابراهيم صراحه، انا باكد على كلامك طبعا. انت حضرتك بتتكلم حتى الجزئيه اللي بتتكلم عليها بتاع نادي الترسانه انا معاك فيها، ده موضوع شخصي. انا هنخش، مش عايز اخش الكلام، هنبقى ده كلام هنقعد نهزر، مش دي قصه اللي احنا هنقعد فيها. اصل ده اللي بيقلل، انا النهارده يهمني ان نائب الشعب ده لما يقدم طلب احاطه الحكومه تتهز وتاخد فيها قرار، والحكومه تتهز، انما لما اقدم بتاع مسخره زي دي كده، ما هو مرتين ثلاثه ما حدش هيهتم بينا يا مولانا. انا النهارده يعني فالحلو النهارده كمان انك موجود هنا النهارده، وبعدين ان اخونا جدو اسمه هو ايه جدو ده اسمه كده ولا بتدلعوه؟ مش عارف بصراحه، هو جدو دلع بالنسبه له، وايه يعني حد يشرب الا جدو؟ ده سيء قوي الولد ده، لا جامد قوي ما شاء الله، ما شاء الله عليه، وربنا يكرمه. انا فعلا انا جاي النهارده وانا سعيد بصراحه يا استاذ ابراهيم، بصراحه يعني انا بنتكلم من 20 سنه ما فيش لعيب في منتخب مصر. اسكندريه ما قدمتش لعيب الكوره من مصر 20 سنه، اخر واحد فيهم احمد الكاس، فالنهارده انا سعيد بيه وانا يعني انا باركت له بعد الماتش على طول بصراحه، وكلمت الكابتن حسن شحاته باركت له وباركت لجده، فالولد يعني جون ما شاء الله عليه، والولد لعيب جدا واخلاقه عاليه جدا. طب الحمد لله جدا يعني واد محترم، وبكره هيوصلوا ان شاء الله بالليل، وانا يعني اتفقت حتى مع سيد المحافظ كلمته ان هو برضه يسلم عليهم الاربع بكره مساء، وبعد بكره مسافرين هو انجولا، فانا يعني بامانه سعيد جدا ان شاء الله، اتمنى له التوفيق يعني، وده اضافه نادي الاتحاد بصراحه ان شاء الله، ربنا يكرمكم فيه ويهديهم بصراحه يهديهم فعلا. انا عايز اسال بقى ده يعني احنا في الانديه دلوقتي، وانت كمان انت عضو مجلس الشعب، فاحنا برضه في شويه حاجات عايزين نفصل فيها دلوقتي. احنا داخلين على حاجات كتيره، يعني مش على مشاكل، في مشاكل كتير اكبر مننا هتحصل دلوقتي يا سياده النايب. يعني انا النهارده داخلين على الانديه الانديه اللي عندها كوره، الانديه اللي لها جماهير وعندها كوره ابتدت في تراجع.
وبتتقلص، عامله زي البحر عندكم ما بياكل الشواطئ كده ولا بينحر في البحر بتحطوا له حاجات خرسانه ومش عارف ايه. انا عندي انديه وقعت ومش هتطلع خلاص، السويس وقع مش هيطلع ما اعتقدش، وكفر الشيخ ودمنهور والمنيا يعني فالنهارده في انديه، فانا عندي 17 18 نادي كانوا موجودين على الخريطه مش موجودين دلوقتي، مش موجودين. المساله لها اعتبارات كثيره جدا، بس مش هينفع كده. طب اهمها يا استاذ ابراهيم معلش انا بتناقش اكيد اهمها الموارد الماليه طبعا، هي ماده. انت حضرتك بتتكلم على لغه الاحتراف. انت عاوز تطلع فريق من تحت ازاي ولعيب زميله بيلعب بياخد 4 مليون جنيه؟ ده جزء ماديه، وجزء نظام المسابقه غلط. ما انا مسابقه الدوري انت حضرتك حاربت في الموضوع ده مليون مره. المسابقه بتاعت الدوري هو احنا احسن من البرازيل؟ لا مش احسن من البرازيل يا اخي. انا الدوري دي قصاد بيها اللي هي الممتاز والاولى والثانيه والثالثه مش عارف ايه. انا ممكن ابتدي مسابقه الدوري في فتره الاعداد، الشهر بتاع الاعداد اللي انت بتعمله فتره الاعداد فيه ده، ممكن اخليه ده حاجه رسميه واعمل فيه 12 مجموعه عشان الم الكل يلعب مع الكل ويبقى الكل زي بعضه والروس اتساوت. وهتزود القاعده. لو عملت الروس دي، لو سويت الروس يبقى الانديه اللي هي بقى في السويس زيك دلوقتي خلاص زيك، فمش هيبتدي يبص على الانكشاريه، هيبتدي هو ياخد باله من العيال الصغيره، هيرجع تاني معمل تفريخ والكلام ده كله. بالظبط. والناشئين تطلع تاني. ابتدي يطلع ناشئين تاني. السويس كان عنده 5 في المنتخب، المنصوره كان 7 والاتحاد كان عنده 7، المنصوره كان عندها كذا. يعني انا كان انديه كتير بتدينا للمنتخب، فانت كان المنتخب في الستينات في 70 واحد بيبقى اي مدرب محتار ياخد منهم مين؟ دلوقتي مفيش ده، مفيش. بصرف النظر انه كان زمان مفيش تدريب، كنا بنتمرنوا 3 مرات في الاسبوع وما كانش بيحتك ولا عمره سافر بره ولا الكلام ده كله. لو احنا غيرنا نظام المسابقه وعملناها كده يعني وبعدين عملنا بعدها دوري تاني برضه من مجموعات كبيره، بس انا لما اعمل دوري ب 12 مجموعه يبقى العب الزمالك ولا الاهلي ولا الاسماعيلي ولا الاتحاد مع فرقه ثانيه. انا بقول له تغييرات 7 8، ما انا اللائحه انا اللي بعملها، اعمل التغييرات 7 أو 8 ويبقى فيها غير الاجوان، بدي فرصه للمدرب انه يدرب دوري مبدئي. ايوه، ولو هو بقى وبعدين وده بطلع منه لدوري تاني صغير برضه، وبعدين اطلع لدوري بقى 8 فرق بالظبط. وده محترف. فالنهارده في ال3 مراحل دول ما بقاش فيه العقده النفسيه. السعوديه ابتدت الكلام ده، دبي ابتدت الكلام ده. فانا ما اعرفش، فاحنا مين بقى يفكر في ده؟ موضوع تاني، اصل دي حكايه ثانيه. هم بيدوروا على طب انا ما هو انا الفكره، طب هنوصل وبعدين طب انت النهارده تجربه، هل اقدر اعتبر ان تجربه الاتحاد ان قرروا الاعمال موجوده عشان تنفق على نادي الاتحاد؟ هل دي التجربه نقدر نسميها كده؟ مش معاها، مش هتدوم. لما انا بحكي لك هل نقدر نسميها كده؟ ولو هي كده ما انت خد من التل يختل بالظبط. يعني منين يعني؟ مش هتدوم. ما انا بقول حاجه دي مشكله. يعني في انديه خلاص ارتبط اساميها بناسها، يعني نقول صالح سليم، ممدوح عباس، محمد صلحي، سيد طارق الله يرحمه، بس مش هتكمل. هي مش هتكمل كده. يعني معلش حضرتك، ما هو النادي ده مش ملكك، ده نادي ملك دوله، هي المفروض تصرف عليه. فالمفروض الدوله كمان تساعد. لا بس استنى اتفضل. في حاجه، صالح سليم او النادي الاهلي، صالح سليم منظومه، في منظومه موجوده في النادي الاهلي من سنين طويله، وهي دي اللي فارقه مع المساله. وليه المنظومه مع حسن حمدي عملها وطوروا في هذا الكلام. والنادي الاهلي بكل الصور والكلام ده كله قادر انه يعمل عمليه موازنه الكلام ده كله. لا ننسى دور رجال الاعمال، ياسين منصور وكده، دول لهم دور حقيقي ولا احد يستطيع ان ينكره ولا احد يستطيع. بس من خلال المنظومه وبتتعمل صح، بتتعمل بشياكه والكلام ده كله. انما في كل الاحوال احنا في حاجه غلط. شوف انا هقول لك على حكايه يا عم النائب. اتفضل. انا قلت الكلام ده لاخواننا في النادي الاهلي، وانا بقوله دلوقتي لاخواننا في نادي الزمالك. الزمالك عنده احتفاليه السنه 2010 دي اظن 11 بتاعت نادي القرن. انا قلت في النادي الاهلي ومحتفل القرن، هل القرن ان احنا هنعمل كام ندوه ولبنا الدكتور زويل ولبنا كذا برشلونه جت